ازاي تجاوب أسئلة الانترفيو بالإنجليزي. سلسلة جديدة هنتعلم فيها مع بعض ازاي نجاوب أسئلة الانترفيو باللغة الإنجليزية وبأسهل الطرق إن شاء الله. الشرح هيكون كله مكتوب قدامكم علشان تقدروا ان انتوا تستفيدوا منه بشكل كبير جدا وتتدربوا كمان على الإجابات معايا، ولو حبيتوا ان انتوا تصوروا الشاشة كمان علشان تحتفظوا بالإجابات وتتدربوا عليها أكتر بحيث الدنيا تكون سهلة بإذن الله معاكم. من أهم أهداف تعلم اللغة الإنجليزية لأي حد مننا، سواء كنت طالب أو حابب إن أنت تترقى في شغلك وتعلى في وظيفتك أو تتوظف في شركة كبيرة كمان، هو إن أنا أعرف إزاي أعدي بأسئلة الانترفيو باللغة الإنجليزية بشكل يكون بيرفكت ويبين إن أنا بروفيشنال وعندي اللغة. وعلشان كده قررت إن أنا أعمل لكم سلسلة الفيديوهات دي، هدفي منها طبعا إنها تساعدكم بإذن الله وإن شاء الله تحصلوا على وظيفة أحلامكم. وتعالوا نبدأ. وأول وأهم سؤال طبعا في أي انترفيو بيتسأل هو tell me about yourself، أو احكي لي عن نفسك أو قول لي أكتر عن نفسك. وده أول سؤال في أي انترفيو هتلاقيه. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نجاوب. قبل ما أقول لكم الإجابة خليني أقول لكم كويك تيبس كده تساعدكم في حل السؤال دوت والإجابة عليه بشكل بيرفكت وتخليها كده في عقلكم على طول وتفتكروها دايما. وأول حاجة خالص وأنت بتجاوب على سؤال tell me about yourself، بلاش إن أنت تتكلم كتير عن تفاصيل ملهاش أي لازمة في حياتك. يعني بالنسبة للانترفيور، يعني مش لازم تقعد تقول له مثلا عيلتي بيعملوا إيه أو أنا حيواني المفضل إيه وتقعد تتكلم كتير في تفاصيل هم مش هيعتبروها إنها مفيدة ليهم. أهم حاجة إن أنت تركز ان انت في اجابتك بتقول لهم انا هقدم لكم ايه او هقدم للشركة ايه. فدي اول نصيحة ومهمة جدا جدا. تاني نصيحة وهو be yourself but be your best self، يعني خليك على طبيعتك ولكن خليك على افضل صورة في طبيعتك. لازم تبين افضل صورة وافضل حال لطبيعتك، ما تكونش طبعا بتكذب ولكن تكون انت شكلك بتقدم افضل صورة ليك وافضل حاجة فيك. ثالث نصيحة أو سؤال بتسأله على طول، هل لازم أتدرب على أسئلة الانترفيو قبل ما أروح الانترفيو؟ والإجابة طبعا لازم تتدرب كتير. فعلشان كده زي ما قلت لك تقدر تصور الإجابات اللي أنا هقولها لك في الفيديوهات دي، تصور الشاشة وتحتفظ بيها عندك، وكمان تقدر تعمل سيف للفيديو ده دلوقتي حالا علشان تقدر إن أنت تراجعه أي وقت أنت حبيته أو أي وقت عندك مقابلة تقدر إن أنت تعمل مراجعة سريعة كده وتساعدك إن شاء الله. فاصل سريع، لو لسه ما اشتركتش معايا في قناتي انجلش بلوج اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك وفعل الجرس كمان واعملوا لايك دلوقتي حالا كمان للفيديو. يلا نكمل. هقسم لكم إجابة السؤال لأربع أجزاء. أول جزء خالص هو إن أنت تقول معلوماتك الأساسية اللي هي الاسم، السن، والتخرج أو أنت متخرج من كلية إيه. خليني أقول لكم مثال الإجابة دلوقتي. My name is Dua. I'm 32 years old and I graduated from Faculty of Commerce. معناها أنا اسمي دعاء، عندي 32 سنة ومتخرجة من كلية تجارة. طبعا تقدروا تعدلوا الإجابة على بياناتكم انتوا. تاني جزء من الإجابة هيكون إن أنت تبدأ تتكلم عن نفسك أكتر، ولكن في نفس الوقت تهايلايت أو تركز على أنت هتضيف إيه للشركة زي ما قلت لكم. تعالوا أقول لكم مثال الإجابة. لو انت لسه متخرج جديد او لسه في بداية حياتك العملية تقدر تبدأ الجزء ده وتقول مثلا I've been working on my presentation skills and I took many courses to help me improve myself. يعني ايه؟ يعني انا بشتغل على مهارات البرزنتيشن بتاعتي وكمان اخدت كورسات كتيرة تساعدني ان انا اطور نفسي. وطبعا اي كورس او كورسات تبدأ ان انت تكتبها او تقولها دلوقتي حالا في الاجابة وتكملها. هتقول I took this course and that course وهكذا. تبدأ ان انت تذكر الكورسات اللي انت اخدتها في اثناء دراستك او قبل ما تبدأ حياتك العملية. فلحد هنا الاجابة هتكون لاي حد لسه في بداية حياته او لو انت طالب. تقدر بعد كده ان انت تكمل الجزء اللي انا هقوله دوت لو انت عندك خبرة في الشغل او اشتغلت في الشركة الفلانية وهكذا، فتبدأ تقول خبرتك العملية في الحياة العملية بعد كده. تعالى اقول لكم مثال، مثلا نقول I have worked for X company for 2 years as a sales agent. يعني انا اشتغلت في شركة الفلانية لمدة 2 سنين كسيلز ايجنت او مسؤول للمبيعات. I then got promoted to be a sales manager for 3 years. يعني بعد كده أنا ترقيت وبقيت مدير مبيعات لمدة 3 سنين. زي ما انتوا شايفين أنا هنا بلست أو بقول خبرات عملية، أنا اشتغلت في الشركة الفلانية في الوظيفة الفلانية. انتوا بس تقدروا تعدلوا اسم الشركة اللي انتوا اشتغلتوا فيها والمدة وكمان البوزيشن بتاعكم أو الوظيفة بتاعتكم.
تالت جزء من الإجابة هو ال strength points أو نقاط القوة. تبدأ إن أنت تقول نقاط القوة اللي عندك. خليني برضو أقول لكم مثال. My real strength includes that I am a quick learner. I can work under pressure. I am a problem solver. I work efficiently alone and within a team. معناه ايه بقى الكلام ده؟ معناه ان نقاط القوة بتاعتي بتشمل ان انا سريع التعلم، وكمان ان انا اقدر اشتغل تحت ضغط، وبقدر ان انا احل المشاكل اللي هي problem solver، وبقدر اشتغل بكفاءة لوحدي او من خلال فريق. طبعا تقدروا ان انتوا تزودوا على قد ما تقدروا صفات كويسة تكون حقيقية فيكم، وتكونوا انتوا كمان تقدروا تقدموها بعد كده. زي ما قلت لكم be yourself but be your best self. رابع واخر جزء من الاجابة للسؤال tell me about yourself هو ان انت تقول انا بدور على ايه في الشركة بتاعتكم. انا عايزة اتوظف عندكم علشان انا بدور على ايه، وانا اقدر كمان ان انا اقدم لكم ايه. I'm looking to work for a reputable company known for its strong team. معناها ان انا بدور ان انا اشتغل في شركة كبيرة وتكون معروفة، وكمان تكون معروفة بفريقها القوي. فانت تنضم لفريق قوي. انت كده بتشكر في الشركة بتاعتهم طبعا، وبتشكر ان انت حابب تنضم لفريق قوي وما عندكش اي مشكلة طبعا. نقدر كمان نضيف جزء أخير ونقول I want to improve my skills and add the best value to your company. يعني أنا عايز إن أنا أشتغل وأطور المهارات بتاعتي، وكمان إن أنا أضيف للشركة بتاعتكم أفضل value أو أفضل قيمة أنا أقدر عليها. بكده أكون قلت لكم أفضل إجابة للسؤال tell me about yourself، وحاولت إن أنا أبسط الإجابة على قد ما أقدر علشان تكون سهلة بالنسبة لكم إن أنتوا تتدربوا عليها، وإن أنتوا كمان تحفظوها إن شاء الله، وتكون كده جاهزة في عقلكم على طول. وقسمتها لكم لأكتر من نقطة اللي هم ال4 نقط أساسية اللي تقدروا إن أنتوا تملوا وتقولوا إجاباتكم المفصلة ليكم أنتوا بشكل بسيط جدا وسهل إن شاء الله، وإن شاء الله إنه يساعدكم. لو عجبكم الفيديو ده اكتبوا لي تحت في التعليقات إن أنتوا عجبتكم السلسلة دي وحابين ان انا اكمل فيها ان شاء الله، علشان اقدر اوفر لكم دروس اكتر تساعدكم ان شاء الله ان انتوا تعدوا في كل مقابلاتكم والانترفيوز بتاعتكم. ودي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة. فلو عجبك فيديو النهاردة ما تنساش انك تعمل لايك بليز للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش معايا في قناتي انجلش بلوج فاشتركوا دلوقتي حالا، اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك وفعلوا الجرس كمان، واشوفكم ان شاء الله على كل خير في فيديو جديد وحلقة جديدة. باي باي.